صلى الإله صلى على الذي تجلى صلاته دوام فحبه ضياء إليه شوق قلبي ومنه وحي ربي أتى لنا إماما وهديه ضياء محمد حبيب. السلام عليكم، كيفكم يا صبايا؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد وروتين جديد. بالبداية حطوا لي لايك، صلوا على النبي بالتعليقات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتشكركم كتير على تعليقاتكم الحلوة بالفيديو الماضي، كتير فرحتني. واهلا وسهلا بكل مشترك جديد انضم لقناتي، شرفتوا ونورتوا القناة. جيت على هذا المحل يا صبايا بدي اشتري شاشة. مثل ما بتعرفوا كان عندي شاشة بتركيا وبعتها وما نزلتها معي، فدخلنا على هذا المحل قلنا له بدنا 42 بوصة. بحسن باخذها أكبر من هذا الحجم لأني ما في فرق بين السعر، يعني شي بسيط، بس بنفس الوقت أنا الحيط عندي قريب من بعضه، فلهيك بتوجه العيون. فأعطانا الزلمة أكتر من خيار. الخيار الأول إني الألوان الشاشة تكون حلوة كتير ومتناسبة والدقة تكون حلوة، بس بنفس الوقت حتى إذا عم بمسحها يعني هيك ضغطت شوي فاحتمال إني تنكسر. والاحتمال الثاني إني الشاشة تكون ألوانها يعني باهتة بس بنفس الوقت بتتحمل صدمات. واحترت وما عاد عارف شو بدي أساوي مشان موضوع الشاشة، فطلعت من المحل وما اشتريت، وعم بفكر بالموضوع مشان موضوع الماركة ومشان موضوع الجودة، وانتوا عطولي رأيكم بالتعليقات. وانا عم بتمشى ريحة البن كانت معبية المكان، والبن كمان خلصان من عندي، فدخلنا عند هذا الزلمة بطحن البن تازة أول بأول، اشترينا من عنده بن، بعدين رجعنا على البيت. اشتريت هدول الفناجين الثلاثة، هيك بيجوا هيك شكلهم ما معهم أطباق، أعطوني رأيكم فيهم. بعد ما اشتريت الفناجيل الجداد طحنا البن تازة. معقولة ما أساوي قهوة؟ وهي أطيب قهوة المساء. تحسوا القهوة هيك بعد تعب كل اليوم ترجع هيك بتعطيكم أكسجين من أول لجديد. على أساس اشتريت شوكولا عمار، فجيت على البيت قرأتها طلعت زمار. مين بيعرف شوكولا القديمة السورية عمار؟ شات كانت طيبة. صار لي زمان خلصان من عندي الفوار، فاليوم رجعت اشتريت علبة، قلت خليني هيك أشربها من الصبح حتى أتنشط. فيه فيتامين سي بيعطي طاقة للجسم وبتحسوا جسمكم متنشط كل اليوم. كل قطعة فوار فيها 1000 ملي جرام، بتحطوها في كاسة مي وبتشربوها على الريق قبل ما تشربوا أي شي حتى تاخدوا استفادة من الفوار. صار العصر وما كنت طبخة، فأنا إذا بدي أطبخ يعني طبخة هيك بدها شغل بساويها من الصبح. فقلت شو بدي أساوي؟ قلت أسرع شي أساوي لي شي أكل بالفرن، فاخترت إني أساوي جناح وأحط تحتهم بطاطا. قطعت البطاطا نص دائرة، هلا بدي أجهز الصوص أحطه على البطاطا وأحطه على الجناح. صرايا حطيت للصوص، حطيت أول إشي خل التفاح، حطيت هيك معلقتين كبار، حطيت زيت نباتي، وحطيت معلقتين كبار دبس بندورة. أخذت أول شي برش الليمونة، هيك بيعطيها نكهة طيبة وتطعيمة طيبة، وأخذت عصير الليمون وشلت من قلب البزر لأن البزر بيعطي مرار في الأكل. بعدين يا صبايا ضفت التوابل، حطيت قرنفل وزنجبيل وملح وفليفلة حمراء، وضفت بعدين نص كاسة مي. بعدين عم بقول إيش نسيانة تذكرت إني نسيانة اللبن. ما بصير من دون اللبن، اللبن أساسي. هلا قبل أنا كنت أحط طحينة بس لقيت لا، اللبن أطيب. اللبن بتقرمش الفروجة أو الجناح من غير ما هيك يعطي نكهة أبدا. فأنا بالنسبة لي اعتمدت على اللبن، قلت اللبن أزبط. حتى إذا ما كان في عندي لبن بحط هيك معلقتين لبنة كمان بيصير. حميت الفرن، هون كانت اجت الكهرباء، حطيته على حرارة 200. ومن بعد ما حطيت الجناح بالفرن فرمت السلطة، حطيت لها بقدونس وخيار وبندورة وملفوف أحمر، عصرت لها عصرة ليمونة، وصايرة عم بحط برش الليمون كمان بالأكل عم يعطي نكهة طيبة. كمان حطيت برش الليمون للسلطة، وحطيت لها التوابل، وآخر شي ضفت لها خل التفاح.
وهي أطيب وأسرع جناح هيك ممكن تسوى بمدة ساعة. جربوا هالطريقة وما بتندموا. طلعوا الجناح شلون صاروا شكلهم مقرمشين وبنفس الوقت مستويين. خبروني بالتعليقات انتوا بتحبوا هيك أكلات سريعة ولا ما بتحبوها؟ حتى على بسمات الشفاه، وفي الماء لما أردت الشراب، وفي الزهر لما تنام شدا، وفي الشمس حين أضاءت جمالا، وفي البدر حين أنار دجا، وفي الروح. وهي تاني يوم كان اليوم جمعة، فحبيت أطلع أتمشى شوي وبنفس الوقت لازمني هيك شوية شغلات بدي أشتريها. لازمني ستاند للجوال لما بصور انكسر اللي عندي. فدخلنا على هذا المحل لقيت الأسعار غالية وبنفس الوقت مي يعني هالجودة القوية، فلازم يكون الستاند عملي لأني دائما رح أستخدمه. وأنا عم بتمشى بالجميلية لقينا محل الحلويات وفيه بوظة، ففكرت بالأول إني ما في مكان الواحد يقعد فيه، فبعدين لما دخلت على المحل جوا لقيت في مكان للقعدة. أولادي صار بدهم بوظة، أنا ما بفضل أكل البوظة في هالوقت لسه يعني ما صار صيف. بعدين جبت لهم بوظة وطلبت لي حلاوة الجبن طلعت طيبة كتير. رجعت دخلت على محل تاني فلقيت الأسعار أرخص بس نفس الجودة. صرت قريبة من الحديقة، قلت خليني أدخل باعتبار إني الجو صح لأن الصبح كان عم ينزل مطر. فاشتريت لهم لأولادي أكلات وفي هي أكلة غاز للبنات مين بيعرفها، واشتريت لألي فنجان قهوة من الحديقة. شوفوا لي على الورد الأصفر ما أحلاه، ما في أحلى من أجواء الربيع، كتير أجواء الربيع حلوة. بعدين هون دخلت على محل ورق الجدران بدي أشتري ورق جدران. في هي الغزينة عمرها أكتر من 50 سنة، اشتريت ورق جدران بدي أساوي منها ديكور حلو للبيت. لقيت الخشب يعني متين فقلت يعني بتساوى منها ديكورات ليش لا. لقيت هدول الحلقات حتى أحسن ألزق ورق جدران بسهولة. حددت قياس ورق الجدران على قياس الغزينة والأطراف اللي لازم أقص منها، وهذا مثل له لاصق هيك من وراه، فعندي هي الأداة بساوي منها للمعجنات فهيك استخدمتها. وصرت كل مكان ألزق منه أقلبه على الطرف الثاني. لزقت قلبها من جوا وفي هدول الرسمات التحفيرات، فما حبيت هيك أروحهم ورق الجدران، قلت بجيب لهم دهين وبدهنهم. حاولت أساويهم بقلم الشنيار فما صاروا، ورجعت ركبت البراغي هدول المعلقين كانوا فوق ورق الجدران وعلقتها في المطبخ ساويتها مثل ركن للقهوة، باعتبار أول مرة رح أطبق الفناجين في قلبها فيعني ما عرفت شلون الطريقة اللي بدي أحطهم، فاحترت مرة أخذ منه على اليمين مرة على اليسار لحتى هيك يعني أخذ موديل في راسي وإني خلاص أطبقه على هذا التصميم. بعد ما وصلت لهي النتيجة قلت خليني أشرب فنجان قهوة بعدين أطلع أتمشى. طلعت تمشيت فاشتريت هدول العروق الخضر على شكل ورق الشجر، واشتريت حبل للداد بيشتغل على البطارية. وهيك كانت النتيجة النهائية. خبروني انتو بالتعليقات عجبتكم النتيجة ولا لا. لهون يا صبايا بنكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو، على أمل اللقاء في فيديو جديد وروتين جديد. اترككم أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.